يا صباح الخير، ازيكم يا اصدقائي؟ صباح الخير، صباح الفل على عيونكم. النهارده هنروح اكبر مدينه تركيه، تعتبر من اجمل 3 مناطق، يعني اجمل 3 مدن تركيه على الاطلاق. انا متحمسه جدا ومتشوقه جدا، رغم يعني بعد المسافه شويه عن افيونكarahisar، بس انا قلت لازم اروح مدينه القلوب، مدينه مولانا جلال الدين الرومي، مدينه الحب، مدينة كونيا. يلا نروح كونيا مع بعض ونشوف. انا اول مرة اروح كونيا اصدقائي، متشوقة جدا من كتر الكلام اللي اتقال على كونيا، نفسي اروح كونيا. فمش عارفة هنشوف ايه، مش محضرين خطة قوي، بس يلا نروح مع بعض المشوار بتاعنا. اول ما دخلنا مدينة كونيا، اول شيء لفت نظري في المدينة مبانيها طبعا العالية جدا، لأنها من أأمن المدن في تركيا من ناحية الزلزال، لأن هي فيها خطورة زلزالية من الدرجة الثالثة. بالنسبة لكونيا فهي تعتبر مناسبة جدا للعرب اللي عايزين يعيشوا في تركيا، من حيث التدين ومن حيث كمان تقبل العرب، وده شيء مهم جدا. مناسبة جدا للعائلات والحياة الهادية، والعائلات بتفضل مدينة كونيا، وبتفضل طبعا معها بورصة جميلة الجمالات، بورصة وطرابزون ويلوفا واسطنبول. اكيد طبعا، اكيد طبعا. لو هتيجوا بالطيارة من اسطنبول فالاسعار بتتراوح من 2000 ليرة لحد 3300 ليرة بالطيارة ذهاب وعودة للفرد الواحد. طبعا لو انتوا هتروحوا بالاتوبيس فبتتكلف من 400 ل 800 ذهاب فقط. في ناس بياخدوا صورة. رحنا كايتو بارك، وهي أكبر حديقة يابانية في تركيا. مساحتها تقريبا 36,000 متر، ومساحة البحيرة أو البركة اللي جواها حوالي 4000 متر. طبعا فيها سلاحف، وفيها سمك ياباني مش بيتاكل، ومكتوب هناك ممنوع ان احنا نديله حتى أكل، ومكتوب ان احنا ما نرميش الحجارة. وموجود فيها اللي هو البيت اللي انتوا شفتوه ده، شكله يعني تصميم ياباني فحت زي ما بيقولوا، جميل جدا جدا. وفي كافيه يعني الناس قاعدة فيه، بس احنا بصراحة ما رحناهوش. وفي كمان احنا في الحديقة الجابون بارك بتاعت كونيا. المكان جميل قوي، طبيعي اكتر، مفتوح اكتر. الناس اللي هي عندها ضغطها منخفض شوية، الضغط هيتظبط في المكان ده ان شاء الله. الحديقة جميلة جدا وعجبتني، انا بحب الاماكن المفتوحه اكتر يا اصدقائي من الاماكن المقفوله. يعني حسيت ان انا مبسوطه كده ومنطلقه، وشم هوا وشم نفسي، وعارفه اشم ريحه الطبيعه في كونيا. فنشوف. انصت الى الناي يحكي حكايته، ومن الم الفراق يبث شكايته. مسقطعت من الغاب والرجال والنساء لأنيني يبكون، أريد صدرا مزقا برحه الفراق، لأبوح له بألم الاشتياق. فكل من قطع عن أصله دائما يحن إلى زمان وصله. لا تجبروا أحدا على اعتناق أرواحكم، فالحب مثل الدين لا إكراه فيه. دي من كلمات الشاعر والفيلسوف الكبير، طبعا احنا عرفناه عن طريق قواعد العشق ال40 جلال الدين الرومي. في الفيديو ده اسمحولي ان انا من وقت للتاني ان انا اقول بعض اشعاره، لان هو يعني كلماته جميلة جدا وتستحق اللي احنا يعني نعرفه عن قرب. الصنوبر الياباني وشجر الساكورا. وشجر الساكورا ده هو شجر الكريز، بس ما بيكونش يعني فيه ثمر، بيكون شجر الكريز او زهور الكريز بس بدون ثمر، بيطلع في اواخر مارس لحد اوائل ابريل، واحنا بنقدر نشوف الزهور ديت لمدة 10 ايام بس. للاسف احنا ما لحقناهاش الزهور دي والزهور والتصميم ده كله يعني مستوحاة من الثقافة اليابانية والمعتقدات البوذية، اللي هو بيدل على جمال الحياة وحقيقة الموت، وكمان رمز لولادة جديدة. طبعا المعتقدات البوذية وانتوا عارفينها.
ketchup? Ne ketchup? يا حبيبتي انت يا جميله، انت يا عسل. İnsanlardan ekmeğin ekmeğimiz olsaydı atsaydık. Lokum asıyor. Lokumu yerler ya. Her şeyi yerim. Bak Japon balığı, Japon balığı. Japon balığı. Evet. Neden bu Japon balığı eve gidiyor? الشوارع فيها أشجار في كل مكان، وفي كل حتة في أماكن، باركات مفتوحة، جناين الأشخاص يعني يقعدوا فيها والأطفال مجانا. جناين بقى كبيرة، يعني انتوا لو عايزين تشوفوا جناين عدد يعني لا يحصى من الجناين فتأكدوا ان هي كونيا متوسط الأسعار الشقق في كونيا، عشان أنا عارفة ان أنا هتسأل السؤال ده. فمتوسط الأسعار في كونيا من 300 ألف، يعني أقل حاجة مثلا من أواخر كده 290 ألف ليرة لحد معاكم لحد 30 مليون ليرة. طبعا اللي هو 290 ألف ديت ممكن تكون أوضة مثلا في قرية أو حاجة زي كده، أو يكون بيت مثلا أوضة أو مكان في قرية. أفضل حي أنا شوفته في كونيا هو حي اسمه مرام، وده حي أغنياء كونيا. أنا شوفت فيه بقى بس التليفون بتاعي كان فصل شحن فما عرفتش ان اصوره، بس هو حي أغنياء كونيا. شفت بقى فيه فيلل وأشجار وفي محلات كده عالمية معروفة، وفي يعني نسبة تدين يمكن أقل شوية من ناحية يعني هتحسوه اللي هو قريب من تركيا، يعني ايه اللي انتوا متعودين اللي انتوا تشوفوها. فهو ده حي مرام، ده اللي لاحظته. حي جميل جدا. Yuvaları var. Ne kadar çok balık var burada. السمك هنا كتير قوي. الله الجمال. على فكرة كاتبين ان هم ممنوع اللي احنا نرمي لهم اكل، يعني ممنوع. يجيك atmaya yasak bu arada. yasak. بصوا جمال فعلا حقيقي. في أفيونكار حصار في مكان كده مطعم برضو بيأكلوا سمك وبياخدوا منه، بس طبعا مش في الجمال ده حاجة طبيعية أكتر وحاجة كبيرة وحاجة فخمة بصراحة. لو هتروحوا كونيا في حاجات ما ينفعش اللي هي تتفوت أبدا، منها برج السلاجقة، ودي ناطحة سحاب يعني أكيد لازم تلفت نظركم لأن هي أطول ناطحة سحاب تقريبا 42 دور. أنا شفتها كده من بعيد. وفي كمان علاء الدين، وفي كده يعني حديقة علاء الدين، وفي مسجد السليمية، في مسجد السليمية، وفي بحيرة وبحيرة بي شهير. برضو بي شهير ديت أنا نفسي أشوفها، جوزي كان بيقولي اللي هو راح قبل كده، أنا نفسي برضو أشوفها. وفي مدرسة كارتي أعتقد اللي هو ده الاسم. وفي طبعا متحف مولانا اللي هو أشهر من نار على العلم. وفي كمان حديقة الفراشات اللي هي إن شاء الله هنروحها مع بعض بإذن الله، دي برضو أشهر من نار على العلم. في طبعا حديقة اسمها حديقة العدالة، والحديقة اليابانية اللي احنا رحناها. أنا حبيت اللي احنا نروح الأماكن اللي هي مش هتتكرر في كونيا، يعني ايه مثلا زي الحديقة اليابانية، زي حديقة الفراشات، زي ضريح مولانا جلال الدين الرومي اللي هو متحف مولانا. فاحنا ركزنا في المشوار ده على اهم معالم كونيا اللي هي ما ينفعش اللي احنا نروح كونيا من غير ما نشوفها. في ناس انتقدتني او بتقول لي انت بتصوري نفسك كتير ليه؟ ده فلوج اصدقائي، ده فلوج، وده ذكرياتنا وحياتنا. مش انا كمان بتفسح فيه معاكم ومع متابعيني ومع اصدقائي، فعشان يكون ليا ذكريات واشوف نفسي كمان في المكان ده واقول انا في يوم انا روحت المكان ده، فلازم طبعا اخد لي كده صورة واخد لي فيديو واطلع في الصورة واطلع في الفيديو بعد اذنكم اذا ما كانش عندكم مانع طبعا. بعد الزلزال اللي حصل السنة اللي فاتت نزح ليها
كتير جدا من الأتراك، ونزح ليها ناس كتيرة قوي من العرب، لأن انتوا عارفين بلادنا العربية يعني قليلة الزلازل من يعني، فنزح ليها ناس كتير قوي، فتلاقيها دلوقتي مكتظة بالسكان. كونيا تيجي في المركز السابع أو الثامن من حيث الكثافة السكانية على مستوى تركيا. طبعا اللي واخدة المركز الأول من غير ما أقول اسطنبول المركز الأول. بعد ما خلصنا جولتنا في الحديقة اليابانية، رحنا بقى عند مركز المدينة في منطقة مولانا. يعني تقريبا كل حاجة معمولة في كونيا السنتر معمولة حوالين الضريح بتاع جلال الدين الرومي. طبعا كان لازم نمشي ونركب العربية في مكان يعني بعيد شوية، ونمشي شوية كويسين بسبب الزحمة، علشان نطمن بقى الناس اللي هتروح لا مفيش أي مشكلة، جنب المكان في ترام وفي أتوبيسات، فهيكون سهل جدا الوصول ليه. طبعا كنا خلاص هلكنا من الجوع، فجوزي راح أشهر محل بيقدم أشهر أكلة في كونيا اسمها التريت. احنا رحنا المحل ده على أساس ان هو يعني واخد تقييم عالي وكده، بس شفنا مطعم تاني اسمه كونيا مطفاة وده سعر أرخص، فعشان كده ده يعلمنا بقى ويعلمكم ان انتم ما تاخدوش في الكلام والآراء بتاعت جوجل بس، لأ لأن الأغلب بيكون سياح. فعرفنا بقى ان في فرق بين المطاعم والاسعار، وشوفنا كمان الناس الموجودين يعني شكلهم كده الاتراك اللي هم من المدن تانية، فكله جاي وهو مش عارف الاسعار، فعلشان كده يعني يستحسن تاخدوا جولة في الاماكن وتعرفوا ايه الاماكن الرخيصة وفي اغلى وفي ارخص وكده. التريت ديت عبارة عن قطع لحمة زي الشاورما وقطع كفتة مقطعة وزبادي وصوص ودهن طبعا وعيش تحتيها، تشبع لحد بكرة الصبح. قوية جدا بصراحة، قوية جدا جدا جدا. Yine gideceğim biliyor musun? Tamam. Acelesi yok değil mi? Yok acelesi yok. Yarına kadar acelesi yok. مش جو الأجانب شوية. Yok. المزقات دي بتفكرني بالمزقات اللي هي بتاعت إزمير اللي هي الصغيرة وكده ديت. ده مشهور هنا الأكل دوت، فجينا بقى ناكل وكده. Tamam sağ ol. ده حاجة موجودة كده في كوريا اسمه تريت، اسمه تريت. حتى احنا جينا على المحل ده على اسم الطبق ده. استنى انا اسبك لي اهو، هو ده اسمه تريت يا ابني. دشجك اهو، بك نص السنة بيقول جك يا ابني، بس دور اهو. هو ده لحمة وزي الفتة كده من تحتيها، وده لحمة وفتة. من أشهر أقوال جلال الدين الرومي اللي أنا ما كنتش أعرف اللي هي من أقوال جلال الدين الرومي: ما تبحث عنه يبحث عنك. الكلمة دي أثرت فيا جدا جدا. أنا قعدت سنين طويلة جدا متأثرة بالكلمة دي، ما تبحث عنه يبحث عنك. سبحان الله، يعني أي حاجة أنت يعني أي حاجة إحنا بندور عليها هي كمان بتدور عليك، هي مستنياك، لأن هي يمكن تكون ربنا كاتبها لك وقدرك، فمستنية الوقت المظبوط علشان تيجي للإنسان وتحصل له، فهي كمان بتدور إن هي تتحقق. سبحانك يا رب العالمين. هروح بقى عند جامع مولانا، عند أشهر مكان في كونيا وفي تركيا على الإطلاق. محلات الذهب بقى،
الحاجات دي برضو الصواني دي ب30. Hangisini alalım? الحاجات دي برضو موجودة. ده كل ده في الطريق لمولانا والرموز ديت. الحاجات دي الحاجات المشهورة قوي ديت في كونيا. موجودة في كل بيت تقريبا في تركيا الحاجات دي. الحاجات الجميلة اللي بتلمع دي سعرها. حاجات للذكرى والحاجات دي. الكوفيات اللي هي الصوفية ديت اهي هتشوفوها في مسجد مولانا بعد شوية ان شاء الله. معرفش ايه ده. مش هكدب عليكم، لحد عمل هذا الفيديو ولحد ما رحت المكان بتاع، لحد ما رحت كونيا ورحت لحد ما يعني خدت معلومات عنه، كنت فاكرة ان جلال الدين الرومي عربي. عشت طول حياتي افتكر ان جلال الدين الرومي عربي، بعدين لما جيت تركيا حسيت انه تركي. لكن لما شفت بقى وقريت معلومات عنه، شفت الكتابات داخل المزار بتاعه، عرفت ان هو افغاني، لان الكتابات كلها باللغه والكتابه الافغانستيه الافغانيه اللي هي الفارسيه القديمه، مكتوبه بخط الايد. وعرفت كمان ان اسمه الحقيقي هو محمد ابن حسين البلخي او جلال الدين البلخي، صاحب الطريقه المولويه الصوفيه طبعا اللي هي المشتهرة في تركيا. تركيا بتعتبر أكبر دولة فيها المولوية الصوفية، وبعديها بيجي بعض أجزاء من سوريا في حلب، أخونا السوريين، وفي بعض أجزاء طبعا لبنان، وبعض الدول العربية بنسب يعني قليلة. بالنسبة للصوفية والرأس الصوفي، فأعتقد أن هو شكل من أشكال دعم السياحة في تركيا، لأن أنا شفت ناس كتير قوي خصوصا سياح آسيويين بيقولك إيه آسيان، يابانيا، تشين يعني الصين واليابان، ولقيتهم كتير قوي بأعداد جروبات جاية تشوف الضريح والمسجد وتشوف الأماكن والجوامع بأقبابها التراثية والهندسة المعمارية الجميلة. لو انتوا نزلتوا تركيا هتلاقوا، أنا أول ما نزلت تركيا لقيت فيه شباب وأطفال ورجال كده لابسين جلباب وطاقية بشكل معين، وستات لابسين نقابات سودة بشكل برضو معين. فعرفت ان هم من الصوفيين، واكتر طريقة صوفية في تركيا هي الطريقة النقشبندية. نسبة المسلمين في تركيا 99.8%. مع ذلك تركيا لا دين لها. أيوة، تركيا لا دين لها يا أصدقائي الأعزاء، لأن هي دولة علمانية حسب الدستور، ولكن طبعا في مدارس زي إمام خطيب، وفي كتب، وفي حاجات يعني بدأوا إن هم يعني يتعلموا الدين ويقيموا الشعائر بنسبة أكتر. فحتى في مصر لما كنت موجودة في مصر من 6 سنين، كان شفت إعلان ليها قدام السفارة التركية اللي هي مدرسة إمام خطيب. ففي طبعا تطور كبير. بالنسبة لانتشار الصوفية في تركيا، لأن الإسلام والمسلمين، الأتراك المسلمين عرفوا الإسلام عن طريق الصوفيين، فعلشان كده
ما يعرفوش يعني حاجة غيرها، يعرفوا دخلهم الإسلام عن طريق الصوفية. ولذلك هتلاقي إن ناس كتير قوي بالملايين بتتبع الطرق الصوفية في تركيا. كلها مدخول فيها كلها مزارات كلها تراب. ده واحد مدفون هنا اسمه محمد همديم تشلبي 1858. بتاعت مولانا جلال الدين الرومي، حتى الناس كلها موجودة قدامها بالشكل ده. أوزجان هي سكة. Anne bak. ليل كبيرة اهي، الناس كلها بتزورها. معقل الصوفية. Anne. أها أها Anne. Valla tam bilmiyorum ya. Anne. Anne yeme. يا كم في سنة برد. Abi ya. تمام. Canan iyi geziyor. Bakacağım. ده المتحف بتاع مولانا والتربة بتاعت مولانا. طبعا احنا دخلنا ببلاش لان الدخول بصراحة ببلاش. ده كانت لبس الكعبة أو بطل الكعبة، كاتبين كعبة أورتوسو. هدوم برضو كاتبين طبعا معلومات. ليس ذنبي أن ضربي ما استوى، كان ذنبي ثوب أحلامي طويل. لو بتشوفوني لأول مرة فأنا اسمي شيماء، مصرية في تركيا، متزوجة تركي، ودي قناتي مصرية في الخارج، بقدم فيها فلوجات وبقدم فيها رحلاتي وجولاتي مع عائلتي التركية، وبقدم أحيانا وصفات الأكل وبنتكلم ونتناقش مع بعض نقاشات. طبعا أتمنى أن الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش اللايك والشير والتعليق علشان الفيديو يوصل لأكبر عدد ممكن من أصدقائي، وإن شاء الله نتقابل في الجزء الثاني بإذن الله.